أرسنال كسب كاس الدرع الخيرية أو كاس المجتمع، يعني كاس السوبر، الكاس اللي بيعتبر بطولة مهمة جدا للفرقة اللي بتكسبه، وماتش ودي ملوش أي تلاتة لازمة للفريق الخسران. في حلقة النهاردة هتكلم عن توقعاتي للفرق الستة الكبيرة في الدوري الإنجليزي الموسم الجاي، الموسم اللي هيكون مختلف جدا عن المواسم اللي فاتت، لأن غالبا الدوري الإنجليزي هيتأهل منه 5 فرق لدوري الأبطال مش 4 زي كل سنة، لأن دوري أبطال موسم 2024-25 هيكون مختلف تماما وبنظام مختلف جدا. مبدئيا بدل ما 32 فرقة هيتأهلوا للبطولة هيتأهل 36 فرقة، فرقتين من الأربعة زيادة دول هيروحوا للفريق الخامس في أقوى دوريين حسب تقييم اليويفا. حاليا الدوري الإنجليزي سابق بنقط كتير جدا أقرب دوري له، فعشان كده غالبا بنسبة 99% الفريق الخامس في الدوري الإنجليزي هيوصل لدوري الأبطال. فأكيد الست فرق الكبيرة هيقطعوا بعض في سباق التوب 5 بدل التوب 4 قبل كده. فتعالوا نشوف مين الفرق اللي هتوقع إنها تتأهل لدوري الأبطال الموسم اللي جاي، والأهم مين هيكسب الدوري. تشيلسي الموسم ده هيكون عنوانه جديد في جديد، هو مش بس المدير الفني بتاعه جديد بوتشيتينو، وتقريبا باستثناء 3 4 لعيبه كده كل الفرقه ما بقالهاش اكتر من 8 شهور في النادي. تشيلسي عمل حركه احلال وتجديد للفرقه بصوره سريعه جدا، وما تهيأليش في فرقه قبل كده في تاريخ الكوره عمرها غيرت كل اللعيبه دي بالسرعه دي، واكيد في سبب لده. اتوقع ان تشيلسي الموسم الجاي هيبقى فرقه مسليه جدا. بصراحه عملوا فريق فيه لعيبه كويسه جدا، مشكلته انه عمره ما لعب مع بعضه، ومعظم اللعيبه سنها صغير جدا، يمكن كمان اصغر من لعيبه ارسنال الموسم اللي فات. وعشان كده اتوقع ان تشيلسي هيكون مستواه متذبذب على مدار الموسم، وعشان كده بتوقع انه هيبقى احسن اكيد من الموسم اللي فات، ولكن اخره المركز السادس. نيوكاسل بقى الموسم اللي جاي هيعرف قد ايه صعب ان انت تلعب الدوري الانجليزي مع دوري الابطال، الحاجه اللي لا مدربه ولا معظم اللعيبه اللي عنده عمرهم جربوها قبل كده. عملوا شويه صفقات كويسه زي ساندرو تونالي من اي سي ميلان وهارفي بارنز من ليستر، ولكن بعدد الماتشات الزياده اللي هيواجهها نيوكاسل في الموسم الجاي اتوقع انه هيكون مستواه اسوأ من الموسم اللي فات. عشان كده اتوقع انه للسنه الثانيه على التوالي هيتاهل لدوري الابطال، ولكن من المركز الخامس، علشان بقى الصيف الجاي هنشوف الصرف اللي بجد من نيوكاسل. ومش بعيد خالص ان ساعتها يقرروا يغيروا المدير الفني باسم اكبر من ايدي هاو. اروح بقى لمانشستر يونايتد اللي الموسم اللي فات كان عنده 3 مشاكل كبيره جدا. لا، ده مش واحد منهم. اول مشكله حلها خلاص، مشكله حارس المرمى. ديفيد دهيا حارس مرمى رائع، وعشان كده غيروه باندري اونانا، واحد من احسن حراس المرمى اللي بتلعب برجلها في العالم كله. تاني مشكله كانت بتواجه يونايتد الموسم اللي فات وهي تسجيل الاجوان. بالرغم من الموسم التهديفي الرائع اللي عمله راشفورد، ولكن يونايتد خلص الموسم جايب 58 جون بس، في الوقت اللي السيتي كان جايب 94، ارسنال 88، وليفربول 75. ومن اكبر اسباب المشكله دي في يونايتد ان ما كانش عنده مهاجم يقدر يعتمد عليه. بصراحه يونايتد بقاله كذا سنه بيحاول يعمل حلول سريعه لمشكله المهاجم دي، من ايام فالكاو على لوكاكو كافاني حتى رونالدو، كلها كانت حلول سريعه ومعظمها ما نجحش. يونايتد الصيف ده اخيرا جاب المهاجم اللي المفروض يقعد معاه 5 6 7 سنين كمان. هويلاند جه من اتلانتا الايطالي، ولكن المشكله انه سنه صغير، لعب موسم واحد بس في دوري من الدوريات الكبيرة وجاب فيه 9 تجوان بس. فهل هيكون الحل لمشاكل يونايتد قدام الجول؟ وتالت مشكلة في رأيي في يونايتد إن أحسن طريقة بيلعبوا بيها هي الهجمات المرتدة والكور الطويلة. الطريقة دي تمام جدا وبتنفع، وأحيانا ممكن تكسبك ماتشات قدام فرق تقيلة، لكن المشكلة إن الطريقة دي ما بتكسبكش الدوري ولا حتى هتخليك تنافس عليه. واسألوا توتنهام. وعشان كل ده بتوقع ان مانشستر يونايتد هيخلص الدوري في المركز الرابع. ليفربول بقى بعد موسم محبط جدا، كلوب قرر يعمل اللي كان المفروض يعمله من زمان كله مره واحده. كان واضح جدا ان ليفربول محتاج يغير خط وسطه، وكان المفروض يعملها واحده واحده او سنه بسنه. المشكله ان كلوب من سنه 2018 لحد الصيف ده كان اشترى لاعب خط وسط واحد بس، وللاسف بيتصاب من الهواء الطاير. لكن الصيف ده كلوب اشترى 2 لعيبه خط وسط، والتالت شكله في السكه. ماكاليستر وتسوبوزلاي هيشقلبوا شكل خط وسط ليفربول وهيحسنوا من طريقه لعبه بمراحل. لو جينا قارناهم الموسم اللي فات باللعيبه اللي كانت موجوده في ليفربول، هنلاقي ان الاثنين دول كسبوا اكتر من 50% من التحاماتهم، الحاجه اللي ولا لاعب خط وسط في ليفربول عملها. وعلى بعض كان ليهم يد في 26 جون لفرقهم، في الوقت اللي لعيبه خط الوسط على بعض
كان ليهم يد في 6 بس. ولكن اكبر مشاكل خط وسط ليفربول الموسم اللي فات هي فشل تماما في حماية خط الدفاع. ليفربول في الموسم اللي قبل اللي فات اللي طلعوا فيه تاني واجه 53 فرصة خطرة بس طول الموسم. الموسم اللي فات ده الفريق واجه 103 فرصة خطر في الموسم، وده ثالث أكتر عدد في الدوري كله بعد فولهام وليدز. السؤال بقى في الموسم الجاي، هل المشكلة دي كانت مشكلة لعيبة ولا المشكلة تكتيكية وأكبر من كده بكتير؟ ولغاية ما نعرف إجابة السؤال ده أتوقع إن ليفربول هيطلع تالت. طبعا عارفين الكلام ده كله معناه إيه؟ معناه إن التاني موسم على التوالي أرسنال ومانشستر سيتي هيتنافسوا على الدوري. مانشستر سيتي أحسن فريق في العالم، وبالنسبة لناس كتير وأنا منهم من أحسن 3 فرق جت في تاريخ الكورة. بصراحة صعب جدا كان النادي ولا جراديولا يعمل حاجة يخليهم أحسن الموسم اللي جاي ده. سيتي عنده 2 لعيبة مهمين جدا مشيوا من الفريق، رياض محرز والأهم جوندوجان، ولحد دلوقتي ما اشتراش بديل ليهم. شفنا كول بارمر لاعب منتخب انجلترا تحت 21 سنه اللي كان نجم بطوله اليورو اللي فاتت واللي جاب جون مانشستر سيتي في كاس السوبر، لاعب شكله هيكون بديل كويس جدا لرياض محرز. ولكن كوفاتيتش اللي جه بديل لجوندوجان ما هواش جوندوجان. ولو حصل وزي ما الاشاعات بتقول ان برناردو سيلفا عايز يمشي يا اما يروح برشلونه ولا باريس سان جيرمان، يبقى مانشستر سيتي الموسم ده ممكن يكون اضعف. ولكن كل الناس عارفه ان اي لعيب جراديولا بيشتريه بيكون احسن الموسم التاني له معاه. فبجد انا مش متخيل لو ده حصل هالاند ممكن يعمل ايه. المفروض السيتي يكسب الدوري، ولكن في حاجتين 2 واقفين في سكته. اولهم ان بالرغم ان حصل 6 مرات قبل كده فرق تكسب الدوري 3 مرات ورا بعض، هدرسفيلد في العشرينات، ارسنال في الثلاثينات، ليفربول في الثمانينات، ومانشستر يونايتد اواخر التسعينات واوائل الالفينات، وسيتي ال3 سنين اللي فاتوا محدش عمره عرف يكسب الدوري 4 مرات ورا بعض. فعشان سيتي يكسب الدوري الموسم الجاي لازم يعمل انجاز تاني تاريخي. والحاجه التانيه اللي ممكن تمنع سيتي انه يكسب الدوري هي كيفن دي بروينا. دي بروينا احسن واهم لاعب في تاريخ مانشستر سيتي القصير، واحسن لاعب في الدوري الانجليزي في اخر 6 سنين. ولكن دي بروينا كبر، ومهما كان مستواه لسه عالي ما يقدرش يقدمه على مدار موسم طويل. واكيد هنشوف جراديولا بيتعامل معاه بحذر خلال الموسم ومش بيلعبه في كل الماتشات. وبجد اي لاعب في سيتي تقدر تشيله والفريق ما يتاثرش الا كيفن دي بروين. ارسنال بقى فوزه بكاس السوبر ده كان مهم جدا بس عشان يكسر الحاجز النفسي في انه يفوز على مانشستر سيتي. ارسنال في اخر 18 ماتش لعبهم قدام سيتي كسب 3 وخسر 15. ففوز زي ده كان مهم جدا بس عشان الفريق يحس انه يقدر يكسب سيتي. الموسم اللي فات مشكله ارسنال الاساسيه زي ما قلناها قبل كده ان ارتيتا كان عنده 12 13 لعيب بس بيثق فيهم، وكلنا كنا عارفين تشكيل ارسنال الاساسي وطريقه لعب ارسنال اللي لعب بيها الموسم كله. النادي الصيف ده عمل 3 صفقات كبيره جدا والرابعه شكلها في الطريق، كلهم بيزودوا عدد اللعيبه اللي ارتيتا ممكن يثق فيها وتخليه عنده على الاقل 2 لعيبه بمستوى عالي جدا. حتى ارن رامزدي اللي كان بيعتبر من احسن حراس المرمى في الدوري الموسم اللي فات واللي قبله، شكل ارسنال ناوي يجيب له ديفيد رايا ينافسه على مركز حراسه المرمى. ارتيتا في الصيف قال ان اهم حاجه عايز يعملها انه يخلي ارسنال وطريقه لعبه وتشكيلته غير متوقعه على مدار الموسم للمنافس. فبصراحه النادي وارتيتا عملوا كل حاجه ان هم يصلحوا مشاكل وغلطات الموسم اللي فات، وكمان عملوا كل اللي يقدروا يعملوه عشان ياخدوا الدوري. المشكله ان انت ممكن تعمل كل حاجه صح وبرضه سيتي يبقى احسن منك. طيب ما قلتش انا برضه كده مين هيكسب الدوري؟ بصراحه صعبه. ولكن لو جينا شفنا شركه اوبتا عملت ايه، استخدمت الكمبيوتر الخارق بتاعها انه يتوقع ترتيب الدوري. الكمبيوتر ده بيستخدم الارقام والاحصائيات وكل الكلام الحلو ده ويتوقع ترتيب الدوري 10,000 مره مختلفه. من 10,000 مره دول توقع ان مانشستر سيتي هياخد الدوري 9,000 مره منهم. توقع ارسنال يكسبه 400 مره بس. ولكن نفس الكمبيوتر ده توقع من ال 10,000 مره ان ممكن مره برنتفورد هم اللي يكسبوا الدوري، وعشان كده شكله ما عندوش فكره. وللسبب ده هتوقع ان ارسنال هو اللي هيكسب الدوري. واشوفكم الحلقه الجايه.